كان شغال على تطوير سلاح جديد، بس في الآخر طلع منه حاجة غيرت مستقبل المطابخ. سنة 1945 مهندس أمريكي اسمه بيرسي سبنسر شغال في شركة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بتصنع رادارات. في يوم من الأيام كان واقف جنب جهاز بيشتغل بأشعة اسمها ماجنترون، وكان في جيبه قطعة شوكولاتة. وفجأة حس إن قطعة الشوكولاتة اللي في جيبه ساحت. الراجل استغرب بس فكر بطريقة مختلفة، وراح جاب ذرة فشار وحطها قدام الجهاز. وفي خلال ثواني سمع صوت فرقعة والفشار استوى من غير ولا نار ولا بوتاجاز. راح جاب بيضة وجاب أكل تاني وحطه قدام الجهاز، ولاحظ إن كل الأكل اللي بيتحط قدام الجهاز بيستوي على طول. الراجل قال إحنا كده داخلين على حاجة جديدة، وفضل يطور في الجهاز. وسنة 1946 سجل أول براءة اختراع بجهاز الميكروويف. وسنة 1947 نزل اول مايكرويف الاسواق، وكان حجمه كبير جدا عامل زي التلاجة. وطبعا مع الوقت بدأ يتطور لحد ما وصل للشكل اللي بنستخدمه النهارده. استنونا الفيديو الجاي عشان نحكي لكم على حاجات اغرب واغرب واغرب. سلام.